أحد معادلات التطوير المهمة والملهمة إنك لو عندك معلومة زائد عمل بالمعلومة دي يساوي خبرة. معلومة زائد عمل يساوي خبرة، والخبرة الجديدة اللي انت هتكتسبها دي هتعرفك معلومات جديدة، لو حطيتها في العمل هتكون عندك خبرات متراكمة. وهو ده التطوير اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه من كل واحد مننا، لأن تطويرك لنفسك دي عبادة. فالمؤمن القوي كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. جرب المعادلة دي في كل جوانب حياتك، في الشغل أو في العبادات أو في الخبرات الاجتماعية. معلومة زائد عمل يساوي خبرة. واحد عرف معلومة إنه لو اشتغل وهو شاب، اشتغل في الصيف، ده شيء مفيد ليه في حياته، فقام بدأ ينزل يشتغل، فحط المعلومة في الفعل، فتكون عنده خبرة صغيرة في سوق العمل. الخبرة دي عرفته إنه محتاج بعض المهارات الأساسية في التواصل عشان يعرف ينجح وهو لسه بيشتغل موظف صغير، فتعلم مهارات التواصل الأساسية، دي معلومة جديدة، وقام حاططها في الفعل، فتفاجئ إنه عمال يتطور في منصبه وبقى مسؤول عن 2 بيشتغلوا معاه. فتفاجئ إن هو بعد العمل ده محتاج بعض مهارات القيادة، فتعلم مهارات القيادة، دي معلومة جديدة وبدأ يشتغل بيها، حطها في الفعل لغاية ما بقى مدير كبير. على فكرة دي دورة حياة أي موظف ناجح، خبرات